مساء الخير. اهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامج بدون رقابة. نت مش فضائية. نت اكبر من فضائية، عشان في ناس بيفتكروا ان تلفزيون النت ده حاجة صغننة بكرة تكبر وتبقى قناة فضائية. في الحقيقة العكس هو المظبوط، ان التطور الطبيعي بتاع الفضائيات هو تلفزيون الانترنت، بس لان الناس لسه مش معتادة عليه ومش عارفة ابعاده وقد ايه يعني مزاياه، فهم بيعتبروه حاجة لسه صغيرة، ولكن الفضائية هي الاكبر. في الحقيقة احنا بنقول زمن الفضائيات ولا او يغرب وزمن الانترنت يشرق. ده احد شعارات توت. طبعا احنا كمان متعودين على الفضائيات، وبالتالي معظم الناس بتحب تتفرج على قناة توت من بره، ما بتخشش تشارك في الشات. ده طبعا بحكم العادة عشرات السنين، والناس متعودة انها تقعد تستقبل المادة اللي بتبث من القناة الفضائية، ولكن مش بتشارك بشكل فعال بشكل ايجابي. نتمنى طبعا بعد 25 يناير يبقى 25 يناير دي دافع ان الناس يعني شافت لما بتشارك بتجيب نتائج كويسة الى حين طبعا، واذا ما حافظتش على الزخم ده بتاع المشاركة النتائج دي ممكن تجيب نتائج عكسية، نتائج سلبية، نتائج ايجابية غير ايجابية. عموما بالنسبة لثورة 25 يناير ايا كانت النتائج السلبية اللي حصلت دلوقتي، لكن في حاجة اساسية ما يجبش ان احنا ننساها، ان الناس اتعودت على انها تشارك وتتجمع وتقول رأيها. يعني موضوع الخوف موضوع يعني تقريبا راح من عند ناس كتيرة جدا، والفضل في ده للشباب اللي نظم مظاهرات 25 يناير ومشاركة الشعب اللي حمى الثورة واللي حولها من مظاهرات الى ثورة. الشعب لما نزل هو اللي حول المظاهرات من مجرد مظاهرات الى ثورة. الشعب هو اللي عمل ده، هو اللي حمى الثورة، هو اللي حول حركة 25 يناير الى ثورة. الثورة دي بقى بتتعرض ساعات لانتكاسات، ساعات لتقدم، ساعات لتخلف، لان طبعا درجة التنظيم اللي كانت قبل 25 يناير كانت درجة تنظيم جنينية، يعني مجرد تربيطات عن طريق الانترنت، يعني بين الناس بتقابل فين الساعة كام وكذا. وورا ده طبعا في درجة راقية من الوعي والنضج والفهم العميق، والاهم من كل ده في تقديري بالنسبة لشباب الثورة هو النقاء، لان 30-40 سنة من اضطهاد المعارضة، المثقفين والسياسيين والفنانين وكل يعني اشكال الطليعة بتاعت الشعب المصري، اضطهادها وكتمها على مدى 30-40-50-60 سنة. بالتأكيد هذه الطليعة اصابها كثير من الامراض، سواء امراض انه بعضهم اصبح طابور خامس يعمل من وراء الستار مع السلطة الحاكمة وقدام الجمهور يبقى هو معارض، او بعضهم اصابوا امراض نفسية. واحنا عارفين ان في مصر عموما في فترة ما قبل الثورة، سنين ما قبل الثورة، كانت نسبة الامراض النفسية زادت جدا، وخاصة عند المثقفين او السياسيين او اللي بيعملوا في الفكر والاعلام والفن وكذا، نتيجة ان دول بيبقوا اكتر الناس حساسية. ويقال يعني ان في شعرة رفيعة قوي تفصل بين الفنان وبين المريض النفسي. الشعرة دي هي ان الفنان يدرك ان ما يقوم به من ادوار اثناء العمل الفني هو ما هواش واقع، ومجرد ما بيخلص دوره بيرجع تاني للواقع. المريض بيعيش في الدور ده على طول باعتباره واقع. دي الشعرة اللي بتوصل. لكن المريض النفسي هو شخص حساس جدا جدا جدا
يعني مش اقل من الفنان حساسية، ولكن للأسف جهازه النفسي ضعيف، فما قدرش يتحمل ضغوط من انواع معينة واصبح مريض. لكن الفنان عنده جهاز نفسي قوي بدرجة طبعا او باخرى وتختلف من شخص لاخر، ولكن قدر يتحمل اي ضغوط هو تعرض لها وطلع حساسيته دي في الفن بتاعه، سواء كان بقى ممثل، مطرب، مغني، مغنية، فنان تشكيلي، موسيقار، ايا كان نوع الفن اللي بيمارسه هو بيمارسه بوعي ان ده فن، ثم يعود الى الحياة مرة اخرى. في حالة المريض مش بيقدر يفرق بين الواقع وبين الخيال، بين الفن وبين الحقيقة. عموما احنا خرجنا شوية كده عن الموضوع اللي احنا المفروض نتكلم عليه النهاردة. الموضوع اللي احنا نتكلم عليه النهاردة متعلق بالعربية وبالحصان. لو عندك عربية وحصان هتحط العربية الاول ولا الحصان الاول؟ طبيعي ان انت هتحط الحصان الاول ورا منه العربية، عشان العربية تحط عليها الحاجة والحصان يجر العربية، يشد العربية، يسحب العربية. ها، في مقولة شهيرة جدا بتستخدم يعني في الادب عموما، هي ان انت لا تضع العربة امام الحصان، ما تحطش العربية الاول والحصان ورا، والا يعني العربية مش هتمشي طبعا. تقريبا احنا بنعاني من الحالة دي من ساعة الاعلان الدستوري من 19 مارس، يعني الاستفتاء اللي حصل في 19 مارس على المواد الدستورية، ثم الاعلان الدستوري حتى اليوم احنا بنعاني ان احنا دايما نحط العربة امام الحصان. اخر حاجة بقى في العربة امام الحصان دي هو موضوع لجنة كتابة الدستور او لجنة وضع الدستور. المفروض ان انت الاول بتقول انت عايز تعمل ايه، وبناء عليها بتحدد مين اللي هتجيبه. يعني انت لو عندك مشاكل في الصرف الصحي هتجيب سباك، لو عندك مشاكل في الكهرباء هتجيب كهرباء، لو عندك مشاكل في العربية في الموتور بتاع العربية هتجيب ميكانيكي، وهكذا. لو انت عيان لا قدر الله هتروح للدكتور، لو انت عندك ارض عايز تبنيها هتروح للمهندس، وهكذا. ها، فاول حاجة بنحدد المهمة، الفلسفة بتاعت الموضوع او المحتوى بتاع الموضوع اللي انا عايز اعمله، يعني بمعنى تاني اللي هي المبادئ اللي انا عايز اترجم فيها الشخصية المصرية. الشخصية ايه المصرية؟ مصر دي كانت فرعونية، ها، مر عليها حضارات عديدة، فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية واسلامية، ها، لكن مصر هي انصهار لكل الحضارات دي اللي مرت عليها، سواء حضارات او فترات احتلال او فترات تدهور او فترات ازدهار. كل ده بينصهر في بوتقة تكون الشخصية المصرية. طبعا غني عن البيان ان العالم الجليل جمال حمدان موسوعته حوالين الشخصية المصرية هي مسألة مفيدة جدا في هذا الإطار. انت عايز تحافظ على الهوية المصرية من خلال هذا الدستور. يعني مثلا لو في أمة من الأمم بتعتز مثلا بالحرية، فهتلاقي الدستور كله بيخدم على الحرية. لو في أمة تانية أو نظام تاني بيحافظ على الديكتاتورية اللي هي زي المجتمعات الشمولية والمجتمعات اللي حكمها حركات نازية او فلسفات نازية او فاشستية او كذا، في المانيا، في ايطاليا في اوقات معينة، فكان الدستور كله بيخدم على فكرة الديكتاتورية وهكذا. يبقى انت بتحدد المهمة وبناء عليها بتجيب الناس اللي ينفعوا للمهمة دي، زي ما قلنا كهربائي ولا نجار ولا مهندس ولا دكتور ولا كذا.
بدون ما تحدد المهمة دي انت هتختار على اساس ايه؟ انا عيان اروح اجيب دكتور او اروح انا للدكتور، مش هروح لمهندس. بس لو انا ما قلتلكش انا ايه بالظبط، عيان ولا عندي حته ارض عايز ابنيها ولا عربيتي عطلانه عايز اصلحها، لو ما قلتلكش كده انت مش هتعرف تختار مين، تجيب لي مين. ها؟ وبالتالي لازم نحدد الهويه المصريه. انت الدستور وظيفته يحافظ على الهويه المصريه، والكلام طبعا اللي احنا عارفينه وحفظناه وسمعناه وكل الناس قالته، اللي هو ان ما ينفعش الاغلبيه في وقت معين هي اللي تعمل الدستور، لان الاغلبيه دي هتتغير بعد 4 سنين، بعد 8 سنين، بعد اي عدد من السنين. الدستور ده بيتحط للجيل اللي موجود وللاجيال القادمه، يعني ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك دول هيعيشوا في ظل الدستور اللي هيتحط النهارده. وبالتالي اذا كان في تيار معين حقق اكثريه او اغلبيه في مجلس الشعب او الشورى، ما يجبش ان هو اللي يحط الدستور، لان ممكن تيار تاني على ايام ابنك بقى ولا ابن ابنك هيبقى في تيار تاني موجود مختلف مع التيار او ما هواش التيار اللي موجود حاليا، وبالتالي هيحتاج يحط الدستور تاني. الدستور هو عبارة عن روح الامة. روح الامة شخصيتها ايه؟ السمات الاساسية في الشخصية. يعني مثلا تقول الشخصية المصرية شخصية ايه؟ وسطية معتدلة، تميل الى السلم، ما هياش عنيفة، عندها حضارة عميقة جدا، وعندها وعي يعني ينتقل من اجيال لاجيال على مدى عشرات الالاف من السنين. ما زلنا حتى اليوم نستخدم حاجات من اللي كان عاملينها الفراعنة، ونكتشف بعضها اكتشفنا مزاياه، والبعض الاخر ما زال غير مكتشف حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي الشديد جدا. يعني ازاي بنوا الاهرامات مثلا، ازاي طلعوا الحجر ده ومش ممكن تعدي بين الحجرة والحجرة الضخمة دي، ما تقدرش تعدي موس حلاقة. ازاي بيحنطوا انسان يقعد الاف السنين لغاية النهاردة مش عارفين. عمليات جراحية عملوها وامراض معينة عالجوها. دي الشخصية المصرية. مرت بقى عليها زي ما قلنا حضارات وافدة، حضارات وافدة، رومانية، يونانية، حضارات عربية، حضارة اسلامية، حضارة قبطية، حضارة يهودية، اديان وحضارات وثقافات مختلفة مرت على مصر. بس مصر دي زي البوتقة، حاجة بتغلي كده على النار وانت بتحط فيها حاجات، فكل ده بينصهر عشان يطلع لك خليط في الاخر هو الشخصية المصرية. الدستور هو المعبر عن هذه الروح. ده الدستور، مش الدستور. الدستور ما هوش قانون ان اللي يعمل كذا يروح السجن واللي كذا ياخد 5، مش قانون. ده عبارة عن روح الأمة. عموما احنا هنرجع لموضوع العربية والحصان. اللي حاصل دلوقتي اللي مصر كلها بتتكلم فيه هو موضوع تشكيل اللجنة بتاعت اللي هتحط الدستور. اللجنة اللي هتحط الدستور محدش عارف هي هتحط الدستور شكله ايه، وبالتالي اقدر اختار ناس شكلهم ايه. يعني هتختار ناس جغرافيين ولا لا، زي جمال حمدان كده. يعني لو جمال حمدان عايش هتختاره على اساس ده اللي هيحدد لك الهوية الشخصية المصرية. هتحتاج فلاسفة في التاريخ والادب والفكر، هتحتاج اساتذة وعلماء في الحضارة المصرية القديمة، ولا مش هتحتاج؟ ما حسب بقى ما انت ناوي. طب انت لو هتعملها دولة مسيحية هتجيب بقى كل بتوع الدين المسيحي وهم دول يعملوا الدولة المسيحية. لو هتعملها دولة اسلامية هتجيب كل بتوع الدين الاسلامي وهم دول الغالبية عشان يعملوا دولة اسلامية. لو هتعمل مصر بقى دولة مصرية ده موضوع مختلف. انت ما بتعملش على دين او على جنس او على لون. يعني مش بتعملها للستات، مش بتعملها للرجالة، مش بتعملها للسمر، مش بتعملها للبيض، مش بتعملها للطوال، مش بتعملها للقصيرين، مش بتعملها لأي شيء يميز
المواطن المصري. انا اسمي مصري الاول، اول حاجة انت ايه؟ انا مصري. بعدين بقى راجل ولا ست تقول بقى راجل او ست، وبعدين تقول مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا كذا، لا مسلم لا مسيحي لا يهودي. طيب بتشتغل ايه؟ انا مهندس وانا دكتور يعني انت بتتدرج في التعريف بالمواطن المصري اللي عايش على الارض، وهو عايش على الارض فترة، مش هيأبد على الارض. يعني حتى الشخصية دي دايما اكتر من عمر الانسان اللي موجود على الارض. يعني لو افترضنا اي انسان موجود على الارض المصرية بيعيش 80 سنة، الشخصية المصرية عمرها اطول من 80 سنة. حتى مش مربوطة بالانسان بس، مربوطة بما هو اعمق من الانسان، مربوطة بروح هذا الانسان وتكوينته والسمات الاساسية اللي فيه عشان تحافظ على مصر. والا لو ما حافظتش على مصر يبقى ليبيا هتعمل ومصر هتعمل وتونس هتعمل والجزائر هتعمل، كلهم هيعملوا دساتير ويبقوا كلهم شبه بعض، اسطمبة، خلاص كلهم اسطمبة واحدة. طب فين بقى؟ فين مصر وفين ليبيا وفين تونس وفين الجزائر؟ فين الشخصية؟ فين الهوية بتاعت المجتمع ده بتاع الامة دي؟ كل امة ليها هوية. فين الامة المصرية؟ راحت فين؟ بقت زي ليبيا، بقت زي تونس، بقت زي السعودية، بقت زي الجزائر، بقت زي اي دولة وكلهم بقوا شبه بعض. في الحقيقة يعني معناها ماتت. دي قيسها زي ما بتقيس على اي انسان. لو في انسان بيقلد انسان، مطرب مثلا بيقلد مطرب تاني، عمر ما المطرب ده يكون اصيل ولا ينجح ولا يأثر في الناس، لانه مش اصيل، لانه مش بيعبر عن نفسه، هو بيقلد. وياما شفنا ايام عبد الحليم حافظ بقى كان ايه العندليب الاسمر، حاجه جامده. الناس كتير قوي مطربين كتير قلدوا عبد الحليم، وبالتالي ولا واحد فيهم اتعرف. واللي كان عنده امكانيات ومواهب وقلد عبد الحليم قضى على موهبته ما خدتش فرصتها لانه ماشي في سكه غلط. كمان مصر مش يجب انها تمشي في سكه غلط وتعمل اسطمبه، ويبقى كل الدول دي تعمل اسطمبه وكلهم يبقوا شبه بعض. كده مش هيبقى فيه مصر. مصر متفرده، زي تونس ما هي متفرده، زي ليبيا ما هي متفرده بايه؟ زي اي في العالم، زي انجلترا، زي فرنسا، زي المانيا، زي امريكا، زي روسيا، زي الصين. كل دولة ليها، زي اليابان، كل دولة ليها طعم، بالبلدي كده ليها طعم. لو كل الستات لبسوا زي بعض وعملوا راحوا عملوا عمليات تجميل وكلهم بقوا شبه بعض، اللي هي الكارثة اللي وقعت فيها الفنانات المصريات واللبنانيات كذا، ان كلهم بقوا يعملوا يعني يسموه نيو لوك ويعملوا عمليات تجميل، ما تقدرش تعرف الفنانة دي من دي. كلهم بقوا شبه بعض وكلهم فقدوا جمالهم. يعني بدون ذكر اسماء، كان كل فنان او فنانة لها طعم خاص ولها شخصية، حتى لو كانت مناخيرها طويلة شوية او سنانها مش متساوية قوي او اي حاجة يعني، بس كانت الناس بتحبها. كلهم عملوا اسطمبة. ده ستايل طبعا اسف، ستايل عملته الثقافة الاستهلاكية الامريكية. الهوليود الافلام الامريكية لعبت الدور الرئيسي في الترويج للنموذج الامريكي، ان مقاس الخصر يبقى كذا، لون البشرة يبقى كذا، حجم المناخير يبقى كذا. يعني كل المواصفات دي بقت فيه اسطمبة. فيعني الست افريقية فليها مواصفات معينة، او مثلا بتوع جنوب اوروبا اللي هم شمال البحر الابيض، او زينا كده شمال جنوب البحر الابيض وشمال افريقيا، او في جنوب افريقيا في مواصفات معينة فيزيائية للانسان للست دي. بس الست دي بتشوف النموذج الامريكي في الافلام الامريكية، الست بتبقى عاملة ازاي، فتقعد تقصقص من جسمها عشان توصل للستايل ده. في الحقيقة هي كده الست دي ما بقتش موجودة. الست دي يعني منى، هدى، منال، سامية، فايزة، اي ست
طالما عملت كده ما بقتش هي موجودة بقى. النموذج المرأة الامريكية اللي بمقاييس معينة بقت هي دي، والست ذاتها سميرة دي ما بقتش موجودة خلاص. فبدل ما كانت سميرة هتعيش 60 سنة 70 سنة 80 سنة، سميرة موجودة 60 70، هي فقدت حياتها اصلا ما بقتش موجودة. بقى موجود نموذج امريكي شعره اصفر وعينيها خضراء، طبعا عينيها خضراء لان بتركب العدسات، وبشرتها مش عارف بقى لونها ايه، وحجم شكلها ايه، وشفايفها ايه، ومواصفات معينة. ما بقتش سميرة خلاص، بقت واحدة تانية. هي تعتقد ان لما تبص في المراية ان هو كده بقت زي الايه النجوم بتوع هوليوود. اللي عمل ده طبعا الثقافة الامريكية، النموذج الامريكي اللي تم الترويج له بقوة وعلى نطاق واسع من خلال الافلام الامريكية. نرجع تاني للهوية المصرية. الهوية المصرية نحددها الاول، وبناء عليها نقول 100 اللي احنا هنختارهم، اللي هيختارهم مجلس الشعب والشورى. هو الاعلان الدستوري زي ما قلنا ان العربية محطوطة قدام الحصان من ايام الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري حتى العربية قدام الحصان، ولغاية دلوقتي احنا ايه مجنونين في الموضوع ده ان العربية قدام الحصان. هو الاعلان الدستوري قال مجلس الشعب والشورى هو اللي يشكل لجنة الدستور. يعني الاول تنتخب مجلس الشعب والشورى وانت مش عارف الدستور الجديد هيبقى فيه مجلس شورى ولا لا. ما ممكن الدستور يتحط ما يبقاش فيه مجلس شورى. طب كمان مجلس الشعب نفسه سيبك من ان هو مطعون على دستورية قانونه دلوقتي قدام المحكمة الدستورية العليا، وممكن تقول ان هو غير دستوري وبالتالي يتحل، ممكن ده. بس سيبك من ده، افترض ان هو دستوري وما اتحلش. طب ما يمكن الدستور الجديد يلغي حكاية 50% عمال وفلاحين. 50% عمال وفلاحين كانت معمولة وقت ما اتعملت كانت لهدف معين، هدف نبيل، ان هو يدي قوة للعمال والفلاحين لانهم كانوا مضطهدين يعني فترة طويلة. ولكن ال 50% عمال وفلاحين دي ذاتها تم تزييفها بعد كده وبقت ضد العمال والفلاحين. بقى مفيش عامل ولا فلاح بيدافع عن العامل والفلاح جوه مجلس الشعب. وعشان كده العامل والفلاح بعد شوية رغم وجود نسبة 50% من العمال والفلاحين في مجلس الشعب، الا انه حالة العامل والفلاح تدهورت اكتر. ابسط مثل على ده يعني في كلمة، ان حكم محكمة قبل ثورة يناير ب3-4 شهور بتحديد الحد الادنى للاجور، حتى هذه اللحظة بعد مرور سنوي على الثورة والحكم صادر من محكمة قبل الثورة ب3-4 شهور، حتى هذه اللحظة لم يصدر هذا القانون، مع ان في قوانين كتير بتصدر يعني هوا منع الاعتصامات والاضرابات ومنع المش عارف ايه والتصالح مع المستثمرين اللي سرقوا نهبوا بتاع، ممكن يرجعوا في تاريخ اللي سرقوا بيه. يعني كان سرق حتة ارض 2 مليون جنيه، النهاردة تساوي 20 مليون جنيه، يرجع 2 مليون جنيه، و18 مليون جنيه حلال عليه. مش حلال عليه طبعا، حرام عليه وحرام عليهم يعني. لكن عموما زي ما بنقول الهوية المصرية دي لازم الاول تتحدد عشان تختار على اساس. ما احنا لو قلنا عايزين الشخصية المصرية فيبقى هندور بقى على جمال حمدان، هندور على وسيم السيسي، هندور على ده بخلاف طبعا اساتذة القانون الدستوري اللي هم الجانب الفني في الموضوع هيبقوا هم حريصين عليه وقادرين على صياغته. لكن الشخصية ذاتها يعني مين هيحدد الشخصية؟ الشخصية دي مش السياسة، يعني مش اي سياسي مهما كان شاطر يفهم في فلسفة الشخصية المصرية وبالتالي سمات الامة المصرية اللي يجب ان الدستور يحافظ عليها. فلو انت ما قلتش ان المهمة كذا مش هتعرف تجيب لها مين، زي ما قلنا ما هتجيب لها ميكانيكي ولا كهربائي ولا نجار ولا مهندس ولا دكتور ولا ايه، لان انت اصلا ما قلتش ايه المهم. المهمة هي الحفاظ على الهوية المصرية. الهوية المصرية دي فيها حاجات كتير جوه، منها النهاردة على مدى تاريخ الدين الاسلامي هو دين معظم الشعب المصري، وبالتالي هو محطوط في المادة الثانية من الدستور، وبالتالي كل الناس متفقة على هذا البند
ومحدش مختلف سواء كان مسلم او مسيحي، وبالتالي مفيش مشكلة في المنطقة دي. انما في بقية جوانب كتير اخرى في جانب الشخصية المصرية مش ممكن كلها تختصر او تهمل او يبقى سياسيين هم اللي يحطوا الدستور. مش مطلوب ان السياسيين يحطوا الدستور، مطلوب ان السياسيين يبقوا موجودين ضمن لجنة الدستور، بس الهدف النهائي، الهدف الاجمالي، الهدف الكلي للجنة وضع الدستور هو ترجمة روح الشخصية المصرية، الامة المصرية في هذا الدستور. وعشان كده بيقعدوا ماسكين فيه بايديهم واسنانهم مئات السنين، تلاقي الدستور قاعد بقالهم 200 سنة 300 سنة 100 سنة، ويدخلوا عليه بعض التعديلات وفقا للظروف والأحوال. احنا عندنا طبعا الموضوع مش كده، احنا ناخد 60%، لا هناخد 40، لا ناخد 30، لا ناخد 80. يعني ايه علاقة ده بالموضوع؟ انت ما قلتش اصلا انت هتعمل ايه، وبالتالي تاخد كام منين. يعني ممكن تاخدهم كلهم من مجلس الشعب اذا كان حددت المهمة وبالتالي قلت احنا عايزين دكتور، فممكن الدكتور ده موجود في مجلس الشعب فتاخد الدكتور في مجلس الشعب. ممكن الدكتور مش موجود في مجلس الشعب فتاخده من بره مجلس الشعب. يعني لما المادة بتاعة الاعلان الدستوري قالت ان مجلس الشعب والشورى ينتخب لجنة من 100 عضو لوضع الدستور، يعني متهيألي من البديهي ان 100 عضو تكون مهمتهم وضع الدستور، مش مهمتهم مثلا وضع برنامج سياسي الحزب مثلا، مش مهمتهم ان هم يخوضوا يعني عندهم خبرة وتكتيك المعارك الانتخابية في مجلس الشعب ولا حتى رئاسة الجمهورية او مجالس محلية او مجلس شورى او كذا. دي خبرات مختلفة. السياسة شيء والفلسفة شيء تاني. اذا كان هيبقى فيه روح مصر موجودة في الدستور، يبقى الدستور ده هيبقى مولود مشوه. ده بحكم الخلل المنهجي اللي هو ان احنا بنحط العربية قدام الحصان. ده عملناه من بعد، مش احنا اللي عملناه في الحقيقة. المجلس العسكري اصدر مجموعة من النقاط واستفتى الشعب عليهم 9 نقاط تقريبا، ثم اصدر اعلان دستوري من 63. ماشي يعني ماشي، مش هنقول لا، بس الفكرة ان هو عمل انتخابات مجلس الشعب قبل ما يقول الدستور. ما الدستور هيقول لك مجلس الشعب ده يبقى فيه 50% عمال وفلاحين ولا لا، هيقول لك في مجلس شورى ولا ما فيش، هيقول لك نظام برلماني، النظام اللي هيحكم مصر برلماني ولا رئاسي، يعني السلطات هتتركز في ايد البرلمان ولا السلطات هتتركز في ايد رئيس الجمهورية. الدستور اللي هيقول كده، وبالتالي انت تعرف تختار رئيس الجمهورية بناء على التحديد ده. زي ما قلنا حددت ان العربية فيها مشكلة ميكانيكا فهروح للميكانيكي، مش هروح لحد تاني، مش هروح بتاع الدوكو. فالمفروض ان يتحدد ايه المهمة ثم نختار على اساسها. لما نعرف ان مفيش مجلس شورى يبقى مش هنعمل انتخابات مجلس شورى وهنوفر مش عارف 1.5 مليار ولا كام صرف. لما اعرف ان مفيش عمال وفلاحين يبقى مفيش حد هيرشح نفسه عمال وفلاحين ولا احنا هننتخب عمال وفلاحين. مش معنى كده ان مش هيبقى فيه عمال وفلاحين في المال، هيبقى فيه عمال وفلاحين بس حقيقيين بقى، مش جايبين شهادة وورق وحاجات بتتظبط اللي هو يثبت ان هو عامل او ان هو فلاح وهو اصلا لواء او ملياردير او مليونير او يعني حاجة. كمان في وضع الدستور اللي احنا بنناقشه دلوقتي نفس المسألة، لازم نقول الدستور ده عايزين منه ايه عشان بناء عليه نجيب الناس المتخصصين في اللي احنا عايزينه ده. احنا عايزين الهوية المصرية، يبقى نشوف ازاي نجيب الناس اللي هم يحددوا ملامح الشخصية المصرية والهوية المصرية اللي احنا عايزين نحافظ عليها، اللي فيها بقى مسلمين وفيها مسيحيين وفيها حضارة فرعونية وفيها حضارة رومانية وفيها المجتمع المصري. الأمة المصرية هضمت كل الحضارات دي واستوعبتها جواها، فحد بقى يعبر عن ده.
ده شغل فلسفة مش شغل سياسة. سياسيين شاطرين جدا ويقدروا ينجحوا في انتخابات مجلس الشعب، يقدروا ينجحوا في انتخابات مجلس الشورى، يقدروا ينجحوا في النقابات، في المجالس المحلية، في اي حتة. ده شغل السياسي. انما الفيلسوف بقى ده اللي بيقدر يشوف ويوصل لعمق الشخصية، ده موضوع مختلف. انا كان نفسي قبل ما نتكلم في اي حاجة ان احنا نحيي. انا شخصيا يعني حسيت بفخر عظيم جدا وشيء غريب حصل اليومين دول. هو موضوع بسيط ولكن له مغزى يعني جميل او مغزى عميق. في طلبة الجامعة الألمانية. اولا الجامعة الألمانية دي الرئيس بتاعها اللي هو فاكرين يا جماعة القطر اللي كان قطر الصعيد اللي اتحرق ومات فيه 400 وحاجة. انا كنت عملت حلقة عن هذا الحادثة او حلقتين في برنامج بدون رقابة، وكان شيء بشع جدا. القطر مولع والناس بتموت جوه والقطر ماشي وعربيات كل الناس في عربيات 400 اتحرقوا جوه القطر. والوزير بتاع النقل والمواصلات اللي هو مسؤول عن الكارثة دي فضل زي ما هو، ما لا استقال ولا اقيل، اللي هو المهندس ابراهيم الدميري اللي هو رئيس الجامعة الألمانية دلوقتي. الطلبة في الجامعة الألمانية محترمين نفسي، عايزين لائحة طلابية محترمة يشاركوا في وضعها، عايزين انتخابات، عايزين كذا، عايزين بعض الأهداف اللي هي انعكاس لأهداف ثورة 25 يناير. طبعا اتفصلوا واتعمل فيهم حاجات وكده. الجميل بقى والعظيم اللي انا عايز احييه وبشاور عليه هو موقف اولياء امور هؤلاء الطلبة المفصولين المعتصمين عند الجامعة الألمانية. انا طبعا كنت متخيل اولياء الامور هيبقوا زعلانين من ولادهم وليه كده ويلا روح وكده اتفصلت من الكلية ويزعلوا ويبقوا حزان. انا لقيت موقف عظيم قوي بيبين عظمة 25 يناير وما تلاه. الاب وام قاعدين يقولوا احنا مع ولادنا، احنا في ظهرهم، هم مش طالبين حاجة غلط، ده طالبين حقهم، واحنا بعد ثورة 25 يناير مش هنقبل ان احنا ما ناخدش حقنا. في الحقيقة موقف اولياء الامور او الاهالي الاب والام موقف مؤثر جدا جدا جدا. يعني من الطبيعي ان الطلبة ممكن يعتصموا ويعملوا اضراب وكذا، ده شيء يعني عظيم ولكنه يعني مقبول او الواحد يعني ما يستغربش. انما اللي كان شيء مبهر هو موقف اولياء الامور. انا فاكر زمان لما كنا يعني طلبة وكده وكنا نعتقل ونروح السجن وكذا او امن الدولة يجوا بالليل يقبضوا علينا او المباحث او كده الساعة 4 5 الصبح، كانت اهالينا بيبقوا زعلانين قوي مننا وان انت جايب لنا المشاكل وحاجات زي كده. وحتى بعد ما نطلع من السجن كان في ناس كتير يعني ايه يسلموا علينا بخوف او يحاولوا يبتعدوا عننا او يخلوا ولادهم يبعدوا عننا باعتبارنا احنا ايه شبهة يعني. النهاردة بقى فخر لأي شاب مصري ان هو يعتقل او يشارك او يضحي بأي شكل من الاشكال. والجميل وزي ما بقول ان اقرب الناس له اللي هي امه او ابوه بتشجعه وواقفة معاه. دي حاجة بشرة خير. انا طبعا عايز اشكر هاني وسلامة وشيري ومحمد حمدي وكل الناس اللي معانا، يعني مش هقدر اقول كل الناس. طيب محمد حمدي بيقول الحقيقة الواحد مش متفائل خالص. لا ده سلامة او سلمى، اسف سلمى، شكرا يا سلمى. سلمى بتقول الواحد مش متفائل خالص، مصر الشعب مكلمة ولا جديد على ارض الواقع، والشورى مش هيضيف حاجة، والرئيس المنتظر مش هيقدر على العصابة. مش هيقدر على العصابة حتة واحدة كده. طيب محمد حمدي يعني بيسلم بس ما عندوش ملاحظات، وشيري صامتة، وبقية الناس يعني عايزين يسمعوا ويتفرجوا. زي ما قلت في اول اللقاء
اللقاء. ناس متعودة على القنوات الفضائية، وبالتالي حتة المشاركة دي بتبقى بالنسبة لهم صعبة شوية في الاول، لكن احنا واثقين ان واحدة واحدة مع بعض هيبقى الناس كلها بتخش وتشارك. وانا اتمنى طبعا ان اي حلقة من حلقاتي من اول الحلقة اي حد عايز يخش ويشارك بصوت وصورة اهلا بيه ويطلع بصوت وصورة، وانا هقعد اسمع له او اتفاعل معاه او اشارك معاه في محمد حمدي بيسأل من وجهة نظري نظام الحكم في مصر رئاسي برلماني او رئاسي. هي دلوقتي يا محمد يعني طبعا ده سؤال مهم بس مش وقته دلوقتي. انت دلوقتي في كارثة يا محمد. ايه هي الكارثة؟ ان انت هتختار برضو زي كل الحاجات اللي عملناها طول السنة وربع اللي فاتوا، هتختار اعضاء اللي هيحطوا الدستور من غير ما تبقى عارف ايه اللي انت عايزه من الدستور. يعني زي مثلا كده هتنادي واحد تقول له روح اشتري لي اي حاجة، يقول لك طب عايز حاجة ايه؟ عايز تاكل، عايز تشرب، عايز ايه يعني بالظبط؟ تقول له لا روح اشتري اي حاجة. فاحنا هنختار او مجلس الشعب والشورى هينتخب 100 واحد عشان يعملوا ايه محدش يعرف، او كل واحد حاطط جواه اللي هو عايزه من الدستور بس مكتم عليه. طب ما كل واحد يطلع، كل حزب كل اتجاه كل تيار كل فئة تطلع هي عايزة ايه من الدستور ويحصل نقاش حوالين ده، ولما نستقر على حاجات اساسية تبدأ تختار الناس على اساس المهمة دي. فسؤالك جميل بس ايه هنأجله شوية يا محمد لما نيجي بقى ايه، لان انت هتختار دلوقتي يعني هتختار عمياني، يعني هتغمض عينك وتختار. مجلس الشعب والشورى هيغمض عينه ويختار، او كل واحد هيختار على اللي في ضميره. وطبعا في مصير الامم مفيش حاجة اسمها اللي في ضميره. الضمير ده بتاع ربنا، يعني المفروض ان انا اقول انا عايز كذا. يعني في حد قال احنا مش عايزين في الدستور، حد اظن من حزب سلفي، مش عايزين كلمة مدنية تورد في الدستور على الاطلاق. يعني الاول كانوا رافضين علمانية، وبعدين الناس بقى بدأت تتخلص من كلمة علمانية لان ايه اتشوهت الكلمة وكده، فبدأوا يقولوا ايه ليبرالية. فبدأوا يقولوا الليبراليين دول برضو كفرة ومش عارف ايه. فالناس بدأت ترجع لورا، فبدأوا يقولوا ولا علمانية ولا ليبرالية، بقى يقولوا مدنية. بعدين حد بقى طلع لهم دلوقتي قال ايه مش عايزين كلمة مدنية تيجي في الدستور. يعني هو كده، هو حدد بدماغه مصير مصر لمدة 200 سنة 300 سنة ايا كان، مصر كلها هو هيقرر لها يعني مدنية ولا مش مدنية. يعني عموما احنا حاطين العربية قدام الحصان، وطبعا الحصان هيخبط في العربية والعربية مش هتتحرك، هو في كعبلة. طب السؤال بقى اللي احنا نحاول نجاوب عليه في الحلقة الجاية طبعا، لان ما اعتقدش ان احنا هنلحق في الحلقة دي. طب ده مقصود ولا زي ما بتقول بعض الناس ان دي قلة خبرة؟ هل مقصود ان من وقت الثورة لغاية النهاردة السؤال الجوهري مقصود ان انت يتحط لك العربية قدام الحصان، ولا دي قلة وعي وقلة خبرة وكده؟ اوعدكم ان احنا الحلقة الجاية ان شاء الله هنتناقش في الموضوع ده. انا بشكركم شكر عظيم، وارجو ان انا ما كنتش تقلت عليكم في الكلام الكتير ده، ولكن اتمنى في الحلقة الجاية يبقى في تفاعل اكتر بيننا، لان هي فايدة قناة الرجاع النت ان يبقى في تفاعل بين الناس وبين بعضيها، مش واحد يتكلم والناس تسمع. اتمنى من كل الناس اللي معانا سواء جوه الشات او بره الشات، الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 8. انا الاربعاء دي قلتها اسكندراني ولا الاربعاء يوم الاربعاء الساعة 8 مساء هنتقابل، ويا ريت بقى كلنا نتحاور. ولو حد عايز يطلع بالصوت والصورة معايا كأنه قاعد جنبي كده هيبقى جميل قوي، هيشرفني، حد او اكتر طبعا، وهو يدير الحوار وانا هكون مساعد له. بشكركم شكر جزيل.
هقابلكم يوم الاربعاء الساعة 8 مساء ان شاء الله. مع السلامة. باي باي.